السلام عليكم متتبعاتي الوفيات، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد حصري على قناتي. وان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه عمل ورقه البسطيله او ورقه اللي كنخدموا بها البريوات. الورقه المعتاده عندي وبزاف بالدقيق الكامل، كتجي هائله جميله جدا، واخا الشكل كيجي شويه ناقص ولكن الصراحه اللذه والبنه وكتكون صحيه اكثر، والقرمشه ديالها كذلك كتجي هائله. تبعوا معايا ان شاء الله، غادي نقدم لكم طريقه مع المقادير او الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو هنايا الدقيق الكامل كما شفتوا. هنايا غادي نحتاج كذلك تقريبا 1-2 كيسان ديال الدقيق الكامل بالنخاله ديالو رقيقه، ما تكونش ديك الغليظه، مع 2 معالق ديال الفورص. وغادي نحتاج الماء باش غادي نخلط كما شفتوا. مكونين فقط، بلا ما نزيدو لا ملح لا هادي لا هادي، فقط هادو هما المكونات ديالو. كما قلت لكم الدقيق الكامل ما نستعملوش نهائيا اللي كيكون نخاله غليظه، يعني كنطحنوا في الطاحونه. نشريو الدقيق الكامل اللي نشريوه هكا طالع كيتباع في المحلات التجاريه، كيكون هكا نخاله فيه رقيقه وجميل، هذاك هو اللي نستعملو، وكيكون خالي من فورس ولا اي حاجه، حيت بزاف ديال الانواع اللي كاينين في السوق ولا في المحلات التجاريه كاين اللي كيكون مخلط بالفورس، كاين خذوا نتوما اللي كيكون شويه طالع في الثمن، هذاك هو اللي كيكون زوين. راه داروه دابا في باكيات ديال 2 كيلو او لا كيلو، ما عقلتش الصراحه على السميه ديالو، ولكن راه داروه في باكيات ديال كيلو. تقدروا تاخذوا كيلو وتخدموا به شويه بشويه. كما شفتوا هنايا كندلكها مزيان وكنطلق العجينه. هاد العجينه باش تنجح لكم الورقه ضروري من انها تدلك، لان الدور ديال الدليك هنايا هو ان العجينه كتولي لنا مطاطيه. كما كنعرفوا بالنسبه للدقيق الكامل كيكون شويه ناشف وتيكون كيتفرتت في العجينه ديالو، ولكن هنايا خاصنا نعطيوه الدليك باش ما دلكناه باش ما كيجي مطاطي. ما بغيتش نستعمل العجانه باش يعني الاخوات اللي ما عندهمش العجانه يقدوهم بيديهم، ماشي ضروري تكون عندنا العجانه باش نخدموهم. بالنسبه ليا ملي كنخدم شي طلبيه ديال البريوات هكا بالدقيق الكامل كنستعمل العجانه، لان كتكون الكميه كثيره. كنستعمل العجانه وتندلك مزيان. العجانه كتدلك مزيان دغيا، يعني في وقت وجيز، ماشي بحال اللي خاصك تعرقي عليها عاد باش تدلكيها. كما شفتوا هنا العجينه ديالنا كنبداو نهزو بالماء شويه ونصايبو، نهزو بالماء ونصايبو. ملي كنساليو كناخذوا شويه ديال زيت الزيتون كندهنوها شويه، اولا زيت العاديه. انا كنفضل هنا انني نستعمل زيت الزيتون، كندهن بها وكنوضعها في الاناء وتنخليها كترتاح. هنايا غادي نخليها وغادي نمشي، انا عجنتها في الصباح وغنخليها حتى العشيه ان شاء الله عاد باش غادي نخدم بها، ولكن من بعد ما نكورها بطبيعه الحال. كما شفتوا العجينه ديالنا كتجي هكا مطاطيه، غادي نجمعها وغادي نحطها ان شاء الله ونخليها واحد ربع ساعه حتى لنص ساعه، وباش غادي نقادها ان شاء الله نكملوا باقي الطريقه. نغطيوها بالبلاستيك غذائي غادي يكون احسن. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما وجدات ليا كما كتلاحظوا واحد ربع ساعه حتى نصف ساعه خديتها وغادي نقطعها هكا كويرات صغار. كما كتشوفوا نقسم العجين ديالي كويرات صغار. استعملت لكم مقادير قليله باش تشوفوا كيفاش كتجي هذه ديالنا. فقط انا كنستعمل كميه كثيره بطبيعه الحال، كندير كويرات صغار بهذا الشكل هذا كما شفتوا. وهذه هي المرحله فاش قلت لكم خاصكم تخليوهم يرتاحوا بزاف. من بعد ما كنكمل كندهنهم بشويه زيت الزيتون، كنغطيهم وتنخليهم تنمشي يعني تنخدم. يعني تقريبا دابا صايبتهم في الصباح، هذه دابا تقريبا شي 8 ديال الصباح غادي قديتهم وغادي نخليهم حتى نرجع بالليل، يعني تنكمل الخدمه ديالي بالليل عاد باش غادي نطيبهم، باش ما تلقوا مزيان، باش ما كيجيكم، باش ما العجين كيتدلك، باش ما خليناه يرتاح مزيان، باش ما العجين كيزيد يتدلك والراسو كيولي لنا مطاطي الشكل. بحال تماما العجينه ديال تقدروا ديروها بالليل وتخليوها للصباح، بحال تماما العجينه ديال المسمن. العجينه ديال المسمن يعني الا بغينا نعجنوها بالليل وتصبح لينا بالصباح من الاحسن ما ندلكوهاش، غنجمعوها غير بيدينا وندهنوها بالزيت ونغطيوها ونخليوها، ما ندلكوهاش، لاننا الا دلكناها
وبيتناها راه غادي تصبح لنا عجينه يعني كتجبد بحال انت كتقرصي وهي تتجمع، انت تتجبدي فيها وهي تتجمع. دونك الحاجه اللي بغينا نبيتوها ما ندلكوهاش، فقط غادي نديروها كويرات وغادي نحتفظ بها، نغطيها ببلاستيك غذائي، نخليها ان شاء الله حتى العشيه، وغادي نخدم بها ونوريكم الطريقه. هنا كما كتشوفوا كناخذ ورق الزبده. ورق الزبده فيه انواع كثيره، كاين الورق اللي كيلصق، حاولوا انكم تاخذوا كاليتي مزيانه، لان شحال من اخت قالت لي كيلصق ليها. راه الورق راه فيه انواع، راه كاين الورق الغليظ والرقيق، باش ما كان الورق رقيق وواقف ومزيان باش ما كان احسن وما يلصقش لك نهائيا. وغادي تشوفوا يعني بعينيكم. هنايا غادي نبسطها بهذا الشكل، كنحاول نزول الفوقاني بشويه علينا. اكيد ما غاديش تجي يعني بحال الاخرى، اكيد غادي يجي واحد الفرق، ولكن جرب يعني ملي غادي تجربوها وملي غادي طيبوها ولا تعمروا بها البريوات ديالكم اولا البسطيله ديالكم، غادي تشوفوا الصراحه الفرق الكبير. فما كتحسوش نهائيا بديك التخمه اولا ما كتشبعكمش بزاف، دغيا باش كتهضم. هنا كما شفتوا كنحطها في المقله وتنزولها نفس الوقت، يعني ما نتسناش بزاف باش ما تحرقش ليا، والمقله تكون دافيه يعني ما تكونش طيبه بزاف، تكون فقط يعني ناقصه من النار، تكون النار ديالها ناقصه. وكنستمروا يعني بنفس الطريقه حتى كنكملوا الوريقات ديالنا كاملين. كما كتشوفوا غير شويه الصبر، والبوطه كما قلت لكم تكون ناقصه. نبسطوها دابا غير بالزيت عاديه، ماشي ضروري اننا نديروا الزيت ديال العود، غير زيت عاديه فقط. كنستمروا ان شاء الله حتى كنكملوا الوريقات ديالنا كاملين، ونوريكم يعني النتيجه كيفاش جات الورقه في اخر الفيديو. الورقات ديالي بالدقيق الكامل كيجيو بهذا الشكل هذا. الصراحه واخا الشكل يعني كيجي شويه عيان، ولكن الصراحه كيعجبوني بزاف، كيكونوا صحيين، غير ما كيشبعوش بزاف، يعني روعه. ان شاء الله تجربوهم، راه اكيد غادي يعجبوكم. تابعوني في الفيديوهات القادمه، غادي نقدم لكم بريوات اولا لي سيغار اولا بسطيلات صغار بهاد العجينه هذه اولا بهاد الورقه هذه اللي كنحضر. يعني غادي تكون عندي شي طلبيه ان شاء الله، وغادي نصورها لكم وغادي نوري لكم يعني كيفاش كيجيونا هاد البريوات هادو اولا هاد لي سيغار هادو ديال الورقه ديال بالدقيق الكامل. ان شاء الله كذلك غادي نوريكم عده شهيوات ان شاء الله لشهر رمضان الفاضل. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، وبكل ما كتمنى اي متتبعه او اي اخت فينا باذن الله. ان شاء الله غادي نقدم لكم بزاف ديال الوصفات. غنقدم لكم الحشوه ديالي السحريه اللي كنعمل في هاد المحشوات هادو، او سواء كانت ديال الدجاج اللي كنخدم دائما في الطلبات ديالي. الحشوه رائعه بزاف صراحه. غادي نقدم لكم بسيطلات صغار كذلك، لي شوسون كذلك بواحد الحشوه اللي كتكون زوينه بزاف. دونك نتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك، عافاكم لايك شجعوني شويه باش نحط لكم بزاف. بسلام عليكم، دمتم في رعايه الله، تهلاو في ريوسكم والى اللقاء. بسلام عليكم. حتى الباتري ديال التليفون قال لكم بسلامه. بسلام عليكم.